تمام، امسك نفسك بقى عشان الحكاية دي هتضحكك لحد ما يجيلك شد عضلي. دي قصة رمزي البسيوني، الدحيحة بنية سليمة اللي مراته طارت منه، فقرر يقلبها سواد ويجيب حقها على طريقة يانا يا هم في الدنيا دي. الحكاية بتبدأ في جراج تحت بير السلم في حتة مقطوعة. ريحته كوكتيل عجيب من زيت عربيات محروق وأحلام شباب بالتقسيط. بطلنا رمزي البسيوني كائن دحيح مهدد بالانقراض، قاعد بكل تركيز وسكينة كأنه بيحل معادلة فيزياء معقدة، وهو في الحقيقة بيصلح في طيارة لاسلكية أصغر من رغيف العيش. الطيارة دي مش مجرد حتة بلاستيك بجناحات، دي هدية عيد ميلاده من صاروخ الحتة مراته بسمة. رمزي كان بيتعامل مع الموتور بتاعها بحنية كأنه بيغير حفاضة البيبي، كل سلكة وكل مسمار في مكانه بالمسطرة. فجأة دخلت عليه بسمة، حتة قشطة ماشية على الأرض زي ما تكون طالعة من إعلان حلاوة طحينية. بصت له بابتسامة تسيح أجدع حفيل وقالت له بدلع يدوخ: رمزي حبيبي، أنا طالع على لندن كمان شوية، عندي مؤتمر شغل أهبل كده، ما تفكك من علبة التونة الطايرة اللي في إيدك دي وتيجي معايا نفك عن نفسنا شوية. دي فرصة نشوف ساعة بيج بن وناكل كبدة وسجق لحد ما نزغرط ونرجع متدحرجين. دي كانت المحاولة رقم مليون تقريبا عشان تشده من عزلته في الجراج اللي بقى عامل زي مغارة علي بابا بس للخردوات. بس رمزي اللي دماغه شغالة أسرع من راوتر VDSL رد وهو لسه باصص جوه الموتور كأنه بيدور على فردة شرابه الضايعة: معلش يا بسمتي، خليها المرة الجاية، انت شايفة الشغل فوق دماغي، لو سبته يومين هرجع الاقيه عمل لنفسه اكونت تيك توك وبقى بينافس حمو بيكا. هزت راسها بسمة بياس لذيذ وبسته على خده ومشيت، وهو مكمل شغله كأن اللي فات ده كان اعلان في وسط الفيلم. بعدها بشوية بنلاقي رمزي مش في الجراج خالص، لا ده بيتمخطر جوه مقر امني سيادي، مكان سر لدرجة ان ابليس نفسه معرفش طريقه. وهو ماشي في الممرات اللي بتلمع زي فستان رقاصة عدى على 9999 جهاز كشف امني وبوابات ليزر وحوارات كده تخلي جيمس بوند نفسه يلطم ويقول: ايه يا جدعان وجع القلب ده، انا كنت بخبي المسدس في الشراب والدنيا بتمشي. والمضحك في الموضوع ان كل الاختراعات الجهنمية دي هو اللي مصممها، يعني من الاخر هو اللي عمل القفل وهو اللي معاه المفتاح الصيني التقليد. وصل مكتبه في قسم فك الشفرة وتسييح التلج، قعد على كرسيه وفجأة الشاشة المشفرة بتاعته نورت برسالة من شخصية غامضة ليها كود نيم العنكبوت. دي مش اي حد، دي نجلة الديلر السري بتاعه بقالها سنين بتجيب له معلومات اخطر من شطة الاكل، وطبعا مش لله للوطن، دي بتقبض بالعملة الصعبة وبتفاصل كمان. المرة دي نجلة بعتت له فايلات وقالت له في الشات: بص يا هندسة، الورق ده لو اتكشف هيقلب الهيئة كلها كفتة على سيخ وهيخلي سيرتكو على كل لسان، خد بالك ده شغل تقيل وممكن يوديك ورا الشمس تزرع ليمون. رمزي حب يعمل فيها شارلوك هولمز ويحدد مكانها، فقال لها بثقة: انت في اسطنبول صح؟ نجلة ردد عليه بايموجي بيعيط من الضحك وقالت له: يا عم فكك مني الله لا يسيئك، شكلك بتتفرج على مهند ونور كتير، ركز في شغلك أحسن. رمزي قعد يحاول يفك شفرة الفايلات، بس الأول مرة في تاريخه كان نيوتن الغلابة حس إن مخه واقف منه محتاج ريستارت. كل ما يجرب طريقة الشاشة تطلع له لسانها وتقول له: حاول مرة أخرى يا فاشل. حس بإحباط فظيع، كأنك مدي الواحد حافظ جدول الضرب مسألة جمع وهو مش عارف يحلها. بعد ما ضرب سندوتشين جبنة بيضة بالطماطم في الكانتين، رجع مكتبه لقى بسمة بتتصل من لندن: حبيبي وصلت بالسلامة، الجو هنا فريزر. ما انا عارف، البسي الجاكيت ابو زعبوت عشان البرد ما يقرصكيش، اصل سيادته كان مشغل الGPS على تليفونها من اول ما ركبت الاتوبيس الطاير ومراقب درجة الحرارة كمان. طبعا المكالمة كانت تيك اواي لان رمزي كان عايز يرجع يكمل لطمة على حظه جنب الفايلات اللي جابت له صداع نصفي. بما ان الكمبيوتر بتاعه العادي طلع اي كلام، قرر ياخد اللابتوب بتاعه على كتفه ويروح الفرن، مكان سري في المقر فيه كمبيوترات لو عطست ممكن تسحب كهربة الدلتا كلها. قعد ساعات طويلة، عينيه بقت حمرة زي الطماطم من كتر التركيز، صوابعه بتجري على الكيبورد كأنها بتعزف مقطوعة ألف ليلة وليلة. وفي الآخر بعد ما كان خلاص هيفقد الأمل ويطلب 2 كشري دليفري، طخ الفايلات فتحت. اللي شافه على الشاشة خلاه يتسمر في مكانه كأن كهربائي لمس فيه سلك عريان. دي كانت وثائق بتكشف عن عملية قصف بطيارة بدون طيار، والجيش لبسها لواحد غلبان ابن حلال وقالوا عليه انتحاري عشان يلموا الدور. العملية دي راح فيها 150 بني آدم. الصدمة الكبرى الصاعقة اللي نزلت على نافوخه إن اللي أمر بالكوكتيل الدموي ده كله وغطى عليه هو الحاج جابر الستوخي، المدير الكبير بتاعه، الراجل الهيبة اللي بيصبح عليه كل يوم بابتسامة صفرة زي بتاعة بدلة الفرح الإيجار. بالليل في البيت رمزي حاول يكلم بسمة لحد ما صوابعه جاب الدم، بس تليفونها مقفول، فساب لها رسالة صوتية صوته فيها بيرتعش كأنه واقف في القطب الشمالي بالملابس الداخلية. تاني يوم راح الشغل
الشغل. ولقى الحاج جابر السطوخي بنفسه مستنيه كأنه جاي يقبض روحه. الحاج جابر خد رمزي وطلعوا على مكتب الأستاذة سلطانة المديرة الجديدة، الست الحديدية اللي لسه مستلمة منصب بخيره وشره. الأستاذة سلطانة بصت لرمزي النظرة اللي بيقول البقية في حياتك يا مسكين، وقالت له بصوت هادي زي فحيح الأفعى حصل هجوم إرهابي على فندق في لندن صباح اليوم، والسيدة بسمة زوجتك كانت من ضمن الضحايا. رمزي حس إن الأرض بتدور بيه زي النحلة وإن ودانه بتصفر وعينيه مزغللت، رفض يصدق. كلامها كان زي وش رجلك الخارجي. مسك تليفونه زي الأهبل عايز يكلمها، يمكن تكون إشاعة والشبكة واقعة. الحاج جابر بهدوء شغل التلفزيون اللي في المكتب والمذيع بيحكي عن 4 بهايم إرهابيين اقتحموا الفندق وخدوا 4 رهائن وقتلوا 2 منهم بدم بارد. وبعدها الحاج جابر عرض لرمزي تسجيلات كاميرات المراقبة من الفندق بمساعدة دراعه اليمين الأستاذ حسونة. الفيديو كان فيلم رعب بالألوان، فوضى وضرب نار وصراخ، وللأسف الكاميرا جابت لقطة واضحة لبسمة وهي بتقع على الأرض. في اللحظة دي حتة من قلب رمزي وقعت منه، ماتت واتدفنت. لما رجع بيته لقى فرح، بس مش فرحه ده، فرح الصحفيين اللي عاملين سرادق عزا على بابه وكل واحد عايز ياخد سبق صحفي على حساب مصيبته. صاحبه بالعافية قدر يدخله من باب المطبخ. تاني يوم رمزي راح للحاج جابر والأستاذ حسونة وهو بيغلي زي حلة المحشي. قال لهم وهو بيزعق انتوا بتستعبطوني، 4 بهايم يفلتوا من آلاف الكاميرات في لندن ويمشوا عكس السير في عز الظهر، الكلام ده ما يخشش دماغ فرخة كشك. الحاج جابر قال له ده واحنا بنحقق، بس الأستاذ حسونة طبطب على كتفه طبطبة لزجة وقال له معلش يا أستاذ رمزي، خد أجازة وروح ريح انت، بس سيب الموضوع ده علينا احنا هنروقه لك. اليوم اللي بعده رمزي راح المطار يستلم جثمان بسمة وحاجتها. في البيت فتح شنطتها ولقى علبة هدايا صغيرة كانت جايبها له معاها من السفر. في اللحظة دي كل السدود اللي كان بنيها اتهدت. قعد يعيط زي طفل صغير تاه من أمه في مول العرب، عياط يفتت الصخر. بعد ما زهق من النكد والقهر قرر يرجع الشغل. دخل على الكمبيوتر الخارق تاني، بس المرة دي عشان يهكر كل كاميرات لندن، من أول كاميرات الشوارع لحد كاميرات عربيات الفول اللي على النواصي. قعد يجمع فيديوهات ويرتبها وعمل فيلم وثائقي بالدليل القطع وراح بيه لرؤسائه، شرح لهم الماتش كله بالبطيء. الإرهابيين دخلوا من باب الخدمة ونظفوا وراهم كأنهم شركة نظافة سويسري. بسمة اتاخدت رهينة عشان كانت بتعمل فيها أم العريف وبتساعد الناس تهرب. والمفاجأة إنه عرف هوية الأربعة بتحليل الصوت والصورة، واحد ألماني محترف اسمه الماكينة، وضبطة سابقة خطيرة اسمها الدبورة، وواحد ضخم شبه الدولاب اسمه الطور، وتاجر سلاح معروف باسم البرنس. رمزي بص للحاج جابر والأستاذ حسونة ولقاهم بيبصوا في الأرض كأنهم عيال صغيرة عاملينها على نفسهم. هنا فهم إنهم كانوا عارفين المسلسل الهندي ده كله من الأول. قالوا له ببرود شغالين على الموضوع يا رمزي، وبعتوا لدكتور نفسي عشان يفضفض شوية وياخد مهدئات يمكن يهدى. تاني يوم رمزي عمل حركة صيعة محدش يتوقعها من واحد دحيح زيه. خبى شريحة إلكترونية قد حبة العدس في الكارنيه بتاعه وعدى من كل أجهزة الكشف ولا كأنه هوا. في مكتبه طبع كل الملفات اللي بتدين الحاج جابر ولزق جهاز سكيمر صغير على الطبعة عشان يشفط كوبي ديجيتال من كل حاجة بتطبع كأنه بيسرق واي فاي من الجيران. بالليل راح بار وقعد يبص لصندوق أغاني قديم. الصبح دخل على رؤسائه تاني ومعاه ملف تخين رصلهم كل فضايحهم على الترابيزة. قال له قصف مستشفى في سوريا فاكر يا حاج جابر، ضرب قاعدة حلفة في اليمن وموتوا فيها أصحابكم فاكر، وهددهم إنه هيروح للأستاذة سلطانة بكل ده. وبعدين رمى القنبلة الذرية، أنا مشغل نظام اسمه مفتاح الراجل الميت، لو ما دخلتش كود سري كل 5 ساعات كل الفضايح دي هتنزل ستوري على انستجرام وفيسبوك وهتبقى فضحتكم بجلاجل وهتتصوروا سيلفي مع أمين الشرطة. ومقابل سكوته طلب طلبات أغرب من الخيال، تدريب كامل تحت إيد العقيد أبو شنب بنفسه، جوازات سفر مضروبة، شنطة فلوس كاش، مسدس مرخص، وكل المعلومات عن الأربعة اللي قتلوا بسمة. بعد ما خرج رمزي نزل عربيته ورجع كل اللي في بطنه من كتر التوتر. فوق في المكتب الحاج جابر قال لحسونة ده بيشتغلنا يا حسونة، حوار الراجل الميت ده أي كلام، ده آخره يعمل مفتاح شقة وينساه جوه. حسونة رد عليه بقلق بس ما نقدرش نخاطر يا حاج، هنرتب له حادثة لطيفة كده وهو بيتدرب مع العقيد أبو شنب ونقول قضاء وقدر، اتكعبل في مشاية الجامع مثلا، الموضوع بسيط. فريق حسونة قعد يهرش في دماغه ازاي رمزي نسخ الملفات، ممكن يكون لزق لبانة في الطبعة. راجعوا الكاميرات ولقوه فعلا اشترى شريط لاصق، بس لسه مش فاهمين دخله ازاي. فتشوا بيته واكتشفوا انه راح بار معين مرتين. راحوا البار وتحت صندوق الاغاني لقوا CD لفرقة واما، شغلوا الاغنية طلعت صوت ونويز، عرفوا ان هو ده الهارد ديسك السري بتاعه. في نفس الوقت رمزي وصل معسكر التدريب
واستقبلوا العقيد أبو شنب، راجل أصيل شنبه وحده ممكن يتعلق عليه غسيل. في الرماية رمزي طلع ما بيعرفش يمسك مسدس، بيصيب أي حاجة إلا الهدف، بس في صناعة القنابل طلع بيعمل قنبلة أسرع من أمه وهي بتلف ورق العنب. العقيد أبو شنب نفسه اتخض منه وقال في سره الواد ده عفريت. بالليل العقيد أبو شنب دخل أوضة رمزي وقال له: انت قلبك ابيض، انت مش وش بهدله يا رمزي، انت وش كوبايه شاي بلبن وقاعده على مصطبه. رمزي أصر: أنا عايز العدالة يا سيادة العقيد. العقيد أبو شنب اداله مسدس وقال له: طب وريني رجولتك. صوب على صدري. فجأة إيد رمزي بقت بترعش زي موتور غسالة قديم داخلة على العصر. وفي الآخر نزل المسدس وهو بيعيط. في المكتب فكوا شفرة السي دي بعد طلوع الروح واكتشفوا ان رمزي كان بيضحك عليهم. الحاج جابر اتصل بالعقيد ابو شنب فورا وقال له يقبض عليه، بس رمزي كان فص ملح وداب لانه كان حاطط صرصار جهاز تنصت في الورق اللي سابه للحاج جابر، وسمع كل الخطة. رمى السماعة وراكب اول طيارة. بدأت رحلة الانتقام حول العالم. وصل باريس وراح ورا الدبورة، اخترق تليفونها ودخل شقتها بدرس من على يوتيوب عنوانه ازاي تفتح اي كالون في 30 ثانية بمشبك غسيل. لقى مسدس خده، استناها ترجع عشان يديها علقة موت، بس لما شافها قلبه بقى جبنة نستو وما قدرش يضغط على الزناد. رجع الفندق محبط، بص في صورها لقى ان عندها حساسية قاتلة من حبوب اللقاح. تاني يوم اشترى شوال ورد بلبي وراح وراها المستشفى، وهي بتعمل اشعه عمل عطل في الجهاز. ولما الدكتور خرج دخل رمزي لابس بالطو دكتور وقفل عليها جوه الجهاز وملاها بحبوب اللقاح. الست كانت هتفطس، فتح لها الجهاز عشان تعترف، لكنها هجمت عليه زي القطه المسعوره. خناقة بلدي في غرفة أشعة. هربت منه وجري وراها في الشارع، وقبل ما يضرب النار القدر قال له: وسع كده يا هاوي اما اوريك الشغل على اصوله. عربية نقل قلبتها في الهوا. رمزي وهو مرعوب اجبر نفسه يقرب من الجثه وياخد تليفونها ويجري زي الفار. راح مرسيليا، وهناك العقيد ابو شنب قفشه في بار. رمزي وراه تايمر على تليفونه وجري، والقنبلة اللي كان زارعها في حمام البار عملت بوم والبار اتقلب قهوة بلدي. اتصل بنجلة العنكبوت اللي هربته على تركيا. هناك قابلها وطلعت ست ب100 راجل، وهي اللي ورثت الصنعة عن جوزها الهاكر اللي مات في ظروف غامضة وهو بيحاول يهكر على باسورد الواي فاي بتاع الجيران. خططوا مع بعض وراحوا مدريد ورا الطور اللي بيحب يعوم في حمام سباحة زجاج متعلق في الهوا بين مبنيين. رمزي واجهه هدده يفجر حمام السباحة. الطور افتكروا بيهزر، ضغط رمزي على الزرار والإزاز اتكسر وعمل أحلى طرطشة في الشارع من الدور ال50. في وسط الهرج والمرج العقيد أبو شنب ظهر ومعاه عميل تاني من طرف الأستاذة سلطانة. الاتنين مسكوا في خناق بعض في غرفة غسيل، غسالة تاخد في دماغ ده ونشافة ترد في وش ده. رمزي كان بيتفرج كأنه في سينما صيفي، ونجلاء بتصرخ في السماعة: اجري يا هبل الله يحرقك بجاز. الهيئة عرفت ان رمزي معاه مساعدة ووصلوا لنجلة، هاجموا على بيتها بس هي ورمزي هربوا من نفق سري. بدأت مطاردة بالعربيات والمراكب، وفي الآخر عربيتهم اتدمرت ونجلاء اتصابت إصابة قاتلة وماتت بين إيديه. رمزي زق الجثة وقعد مكانها وكمل سواقة كأنه سواق توك توك أصيل واخد غرزة في شارع ضيق وهرب من المطاردة. بعدها راح ورا البرنس تاجر السلاح في رومانيا، عمل له كمين عبقري، قعده على كرسي ملغم لو قام هيتفرتك. اعترف بكل حاجة عن مكان الماكينة، ورمزي سابه ومشي، وسمع صوت الانفجار وهو بيقول في سره: في داهية تاخدك يا حبيب قلبي. آخر محطة روسيا لمواجهة الماكينة. زعيم العصابة الراجل اللي قتل بسمة بنفسه، بس المرة دي الماكينة اللي قفشه. خدوا على اليخت بتاعه وقالوا بسخرية: أنا ملاحظ إنك جبان قوي، بتقتل الناس بالريموت كنترول، أنت مش بتاع مواجهة. واداله مسدس وقال له: يلا خلص عليا لو عندك شنب. رمزي حط المسدس وابتسم ابتسامة صفرة. فجأة اليخت لف لوحده وبدأ يجري في اتجاه تاني. الماكينة اتجنن. رمزي قال له بهدوء: نسيت اقول لك اليخت ده بتاع الهيئة وانا اللي عامله السوفت وير بتاعه، يعني باختصار انا الكابتن دلوقتي يا حلو، ورايحين فنلندا ناكل فسيخ. بعد دقايق اليخت كان متحصر بالبحرية الفنلندية والانتربول، والماكينة اتقبض عليه وهو مش فاهم هو لابس صيفي ولا شتوي. في النهاية الأستاذة سلطانة طلعت في مؤتمر صحفي ونظفت اسم الهيئة وقالت إنهم قبضوا على شبكة فساد داخلية بقيادة الحاج جابر السطوخي. العيد أبو شنب قابل رمزي وقال له إنه فخور بيه، ورمزي بعد ما زار قبر بسمة وحط عليه وردة رجع الجراج، طلع الطيارة الصغيرة اللي كانت بداية كل حاجة، طيارة بسمة، شغل الموتور وطار بيها في السماء وحيدا حزينا ولكنه حر ومنتقم. ومن يومها رمزي البسيوني ما بقاش مجرد موظف بسيط بيصلح طيارات، ده بقى العبقري اللي بيطير أعدائه من على وش الدنيا.